بغض النظر عن النتيجة ما نلاحب سيميوني ولا أطيق البدلة مالته اللي بكل مباراة يرجع يلبسها، لكن الصراحة هم قدموا مباراة ممتازة قدام ريال مدريد وأدائهم كان أفضل من عدله بهواي. ريال مدريد يفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد ويضرب موعد مع برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني. حط لكم متابعة وتعال نسولف عن المباراة شوية. أتلتيكو مدريد خلانا طول 97 دقيقة بالمباراة على أعصابنا وتوتر وقلق، ولكن أحب أقول لك يا عزيزي سيميوني أنت برا البطولة وفينيسيوس هو اللي مكمل للنهائي. المستر سيميوني حاول يستفز فينيسيوس جونيور بكل الطرق، يقول له أنت سيء وبيريز راح يطردك من النادي والصافرات مال الجماهير كلها ضدك ومن هاي السوالف التعبانة. سيميوني أنت شعليك، بس أريد أعرف أنت شعليك ما تخليك بفريقك. شباب شوفونا لامين يامال ما نزل تصريح ستوري منا محتاجين استفزازات للواعيب، لأن بهذا السواليف احنا نتفائل. غير ذني احنا لا راح ناخذ كاس ولا راح ناخذ شيء، راح ينطونا صينية مال شاي اللي بكل نهائي ناخذها. وبالنسبة للمباراة بداية والأروع من المرنجي، هذا أسرع هدف بالسوبر الإسباني. هدف شنو؟ هذا أسرع صاروخ بالسوبر الإسباني، وكالعادة فالفيردي يسجل صاروخ من الصواريخ المحرمة دوليا بالدقيقة الأولى من المباراة. سرعة الهدف 147 كيلو متر بالساعة. أنتم متخيلين؟ قلت خلص هاي هي ريال مدريد راح يفوز أقل شيء 5 أهداف وراح ياخذ ثارنا مال الدور الإسباني، وتشابي ألونسو جاي ينتقم منهم. ولكن بعد تسجيل الهدف ورا شوية تشوف ريال مدريد يتراجع لورا وباصاتهم كلها غلط بغلط. فينيسيوس جونيور مثل ما قلت لكم، فينيسيوس جونيور يقدم لك مباراة واحدة و10 يختفي بيهن. فينيسيوس خلال المباراة كلها كل شيء ما شفت من عنده، 1 على 1 ما يعرف يعدي، تمريراته كلهن غلط، يضغط لك شوية حتى يقول لك شوفني شو جاي يضغط. وجدت فرصة بالشوط الثاني ذهبية ما سجلها، لو أي لاعب غيره كان سجلها. فينيسيوس جونيور سوى كل شيء غلط خلال المباراة. أتمنى قدام برشلونة، فقط قدام برشلونة تقدم أداء يشفع لك. الدفاع فاشل، الوسط ما راضي ينطي كرة عدلة، كل تمريراتهم غلط، بس رودريجو هو اللي بيحظ بالهجوم. مباراة اللي عجبني بيها جود بيلينغهام، صحيح راوغ هواي بالغ بالمراوغات وأكثر لاعب انقطعت من عنده الكرات بالشوط الأول تقريبا 8 مرات، ولكن قدم مباراة ممتازة. الصلابة اللي عنده واسترجاع الكرات والخروج بالكرة بشكل ممتاز. جود بيلينغهام